السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دوزتوا العيد مزيانين؟ كلشي لاباس على خير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. هاد النهار غادي ندير معكم المروزيه على طريقه ديالي اللي كنعرف انايا، اللي مولفه كندير بها. المهم هنا عندي اللحم، على حسب الافراد اللي شحال ما بغيتو نتوما ديروا كيلو ولا 2 كيلو ولا كل واحد على حسب اللي بغا. المهم في المقادير كاين اللحم، هنا كان عندي الثومه والعنب مجفف او زبيب، وواحد 2 معالق ديال السكر، سكر سنيده يعني الحلاوه على حسب الذوق ديال كل واحد. عندي هنا واحد الكاس صغير ديال الزيت، ما نكثرش الزيت على حسب اللحم كيكون فيه الشحمه. عندي واحد الكاس ديال الماء يعني باش نخلط هذيك العطريه وداك الشيء. المهم في العطريه هنا عندي سكينجبير، الكركم، واحد 2 عواد القرفه، واحد نص معلقه ديال الفلفل الاسود، الملح. المهم هادشي اللي كاين. انا ما غاديش ندير داك العطريه ديال المروزيه. المهم انا غادي ندير الزيت وكل شيء في مره واحده، غادي نشرملو في مره واحده لحقاش ما كانش عندي الوقت وما كنتش ناويه باش ندير المروزيه. المهم انا غادي نخلط هاد المقادير كامله وغادي نخلطها مع اللحم. المهم غادي نشرملو وغادي نرويه وغادي نديرو يطيب هذيك الساعات. نتوما اللي عندهم الوقت يعني تكونوا ناويين باش ديروا المروزيه تقدري تشرمليها في الليل وتخليها حتى الغد في الصباح وطيبيها، ولا تشرمليها على حسب 2 سوايع ولا 3 سوايع. المهم قداش ما يعني جلست في هذيك الشرموله، يعني بقات مده شويه طويله في ديك الشرموله كتجي بنينه واخا هكاك. المهم انايا درتها بهالطريقه هذه واخا هكاك جات بنينه يعني. المهم ملي طابت في هذا القدر هذا راه الماكله كتجي فيه بنينه كتجي روعه. المهم في هذا القدر هذا او طاجين كل واحد كيفاش كيسميه، المهم الماكله كتجي فيه روعه. اول مره كنطيب فيه جات الماكله فيه روعه يعني غايه في الروعه، بصراحه جات زوينه بزاف. المهم انا غادي نروي بالماء بارد، يعني مازال ما درتهاش فوق البوطه. المهم نتوما الا درتوها فوق البوطه وقليتوها ولا شي حاجه من الاحسن ديروها بلا ما تقلى. المهم الا درتو بهذه الطريقه هذه راه كتجي مزيانه. بغيتو تقليو شويه الا كان كنتو دايرين في طاجين ولا شي حاجه ما تزيدوش الماء بارد، يعني خاصكم ديروا الماء طايب، يعني تزيدوا الماء غليان فوق، تكون هذا الطاجين يكون حامي وتزيد عليه الماء بارد يقدر يطرطق. وهاد الحديده هذه راه ضروريه تحت الطاجين باش ما باش كيوزع الحراره، يعني كتجي متوزعه الحراره على الطاجين. المهم هاد القدر هذا كيجي الماكله فيه روعه، كتجي فيه بنينه. المهم راكم تشوفوا دايره انا داك الحديده عاد دير فوق منها هذا الطاجين وصافي. غادي نغطيها وغادي نجيب واحد الكاغيط ديال الطبخ نديرو باش كتغلق ليه الحراره، باش كتبقى الحراره فوق الاخر. هذيك الغطاء كتبقى شويه يعني ما كتجيش محكومه نيشان. المهم هاد الكاغيط انا زدته وغادي نزيد واحد السربيته غادي نزيدها من فوق باش كتحكم الاغلاق. المهم هاد الزبيب انا نقعته شويه في الماء، خليته منقوع شويه، وغادي نديرو عاد في الكاسرونه ندير معها القرفه، عودات ديال القرفه، وغادي نخليه شويه يغلى لحقاش استقلي هاد النوع حامض بزاف وانا بغيت نحيد له شويه الحموضه. عاد نزيدو مع اللحم يكمل الطياب. راكم تشوفوا يعني راه نقصت شويه الروى. المهم دابا اللحم راه طايب، غادي هاد الزبيب راني صفيته من داك الماء وغادي نزيدو هنايا يكمل الطياب باش كيطلق البنه. المهم استقلي انا حامض بزاف يعني واحد الحموضه فايته القياس، داكشي علاش راني غليته شويه باش نقص داك الحموضه ديالو. هذاك سنيده انا غادي نزيدها من الفوق. تقدروا ديروا العسل، انا عندي العسل ولكن ما بغيتش، فضلت ندير السكر احسن، كتعجبني شويه الحلاوه هذاك الشيء علاش. المهم بهذه الطريقه هذه كتجي مزيونه.
هذه هي الطريقه ديالي. نتوما بغيتو ديروا كل واحد كيدير الطريقه ديالو، ولكن بهذه الطريقه هذه كتجي بنينه بصراحه والله. ما يعني ما فيش شي صعوبه، ما فيش شي مقادير بزاف، وبلا ما هذيك العطريه ديال المروزيه، بلا عطريه ديال المروزيه، وجا بنين بصراحه. جا بصراحه واعر. ايوا بالصحه والراحه اللي وصلت معايا لهنا، ديروا اللايك، ما تنساونيش، كتنساوني في اللايكات. المهم ديروا معكم اللايك، واللي ما اشتركش يشترك. ومرحبا بكم كاملين، اللي كنتو قدام ولا جداد مرحبا بكم، اللي جا عندي جديد مرحبا. وشكرا لكم على المتابعة، وبالسلام عليكم.